يعني انا ما بقولش ان هو كان ملاك، بس المفروض يكون على الاقل في احترام، لان احنا شئنا ام ابينا فهو كان رئيسنا ولا ينكر التاريخ ذلك. لان يعني ما ينفعش نقوله ده حرامي. احنا يا جماعه لو ما احترمناش الرموز بتاعتنا حتى لو كانت مخطئه، ده احنا اللي نداري عليها قدام العالم، حتى لو احنا حسبناهم بيننا وبين نفسينا بيننا وبينهم، بس يجب قدام العالم لا نشهر بيهم ونقول ان ده حرامي ده حرامي. اللفظ ده جامد جدا على رئيس حكم مصر 30 سنه مهما كانت اخطائه، فلا يصح ان احنا نسمي نسر مصر وقائد ضربة الطيران اللي ادى قرار الضربة الجوية ان احنا نقول عليه حرامي. دي احنا كاننا بنشتم اهالينا وبنشتم نفسينا قدام العالم. شكرا يا استاذ وائل ومتشكر. مش احنا اللي قلنا يا ريس ان هو حرامي، اعلى محكمة في مصر اللي قالت. مع احترامي لكلام حضرتك ولا رأيك؟ طيب استاذة آية من القاهرة. استاذة آية اتفضلي. استاذ وائل مساء الخير. مساء الخير اتفضلي. انا بس كنت عايزه اقول لحضرتك يعني انا مش شايفه انه في حلقه المفروض بالقيمه والموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده، وحضرتك تجيب بعض المصادر اللي اعتقد ان هي يعني تافهه بالشكل ده، زي يعني ناس ممثلين مجموعه رئيس. احنا اصلا المحكمه اعلى محكمه في مصر قالت ان هو بالفعل حرامي، وناس يطلعوا مع حضرتك يقولوا ان هي نكسه مش ثوره، مع ان الرئيس السيسي قال انه هي ثوره. واحنا يعني لو قدمنا بلاغ في للنائب العام ان الراجل ده بيقول كلام ضد الدستور، احنا هنحبسه من بكره. صحيح. تمام. حضرتك لما تيجي تتكلم لا ولا تقدري تحبسيه. لا 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 مش ثوره، ده كلام بقى مش مظبوط. انا ساكت من الصبح. هو حقه يقول كده وانت حقك تقولي كده. الله انتوا بتشترونا ولا ايه؟ طب نسمعها بس. الدستور هو اللي اقر ان هو في ايه؟ السيسي يا فندم، السيسي يا فندم راجل ما تدخلوش بس في الحسابات والشعارات بتاعتكم، عشان الرئيس السيسي سنه دي دكتاتوريه كبيره جدا. انا لازم اسمع المتصله يا جماعه، لازم اسمع ما مش كده سؤال. نعقب على كلامها يا استاذ محمود. اتفضل. ايه ده؟ حضرتك تقريبا جايب بس طيب انا عايز بس اقول لحضرتك لو سمحت دلوقتي ناس لو سمحت بيتكلموا على ثوره موجوده، ثوره هي اللي غيرت. عايز لا مش ثوره. طيب وانتفاضه حراميه. انا حر يا لو ست. سمحت ما هو كده يا استاذ. ما مش كده يا استاذ وائل. زي ما انت من حقك محدش يعني دي وجهه نظر. ما بتقول لك عليه على الناس اللي قاعده. انا مش من اسفين يا ريس، لكن انا ليا وجهه نظر حقي. الشعب المصري كله خليني بس لو سمحت الشعب المصري يا جماعه يا جماعه لو سمحت، وانت مش الشعب المصري. انزلي الشارع كده لو سمحتوا يا جماعه، لو سمحتوا مش هقبل النقاش كده. عايز بس اوضح لك حاجه، خليكي معايا بس دقيقه واحده عايز اوضح لك حاجه دقيقه واحده. اتفضل. لما يبقى في عندي قطاع من الناس قليل محدود جدا زي ما انت عايزه قولي، لكن عنده وجهة النظر، اعمل فيهم ايه؟ خليني بس، هل بتطلبي تشطبيهم من المجتمع؟ يعني هذا البرنامج بيعتبر ثورة 25 يناير ثورة شعبية عظيمة أطاحت لكن في كل الأحوال مش هينفع تشطب، وإلا بتقولي له بقى لا تلون وغير وجهة نظر عشان تعيش في المجتمع. ما يتلونش طيب. بس وجهة نظره ومش هينفع تقولي لا ما تطلعش الناس دي، لانه كده يبقى نمارس استبدادا من نوع اخر. لو سمحت كده يبقى نمارس استبدادا من نوع اخر. الاستبداد اللي من نوع اخر يا استاذ وائل لما يبقى الشعب المصري كله نزل استفتى على دستور بيقول. مين قال لك كده ان الشعب المصري كله نزل على الدستور؟ قولي لي نسبة الدستور كام؟ 22 يناير. ها؟ ايه 22 من 90 مليون؟ ولا ليهم لازمه. مش 22 خلاص يبقى نموتهم. مالهمش. لا ما تموتوهمش بالنسبه لي انا. انت عندك الدستور يا استاذ انت عندك الدستور ده كده كلنا بنتكلم. دي واحده عندك الدستور كتاب مقدس. بالنسبه لي انا احترم الدستور تمام عشان في الدوله، ولكن انا مش حابه، انا مش عايز. بس احنا المعيار يا جماعه كده لو سمحتوا بس لو سمحت هنعمل نقطه نظام. لو هنستمر في تدخل انا هادي من الصبح يا سؤال. طيب خلي المتصله تقول وجهه نظرها وانت عقب عليها. طيب ما انا ما اتكلمتش. بتقول لك تجيب ناس وما تجيبش ناس، هي مالها؟ خلاص ما انا برد. انا مش هامارس استبدادا من نوع اخر، هنستمع لكل وجهات النظر. ويقولوا على مبارك دكتاتور، ده كلام. واللي يقول على مبارك دكتاتور ده حقه، وجهه نظر. يبقى ما يمارسوش علينا بقى اللي هم زعلانين منه. طيب استاذه
طيب معانا مين يا جماعه؟ استاذه ايه، واضح ان الاتصال انقطع. مين؟ انا شايف فيه بطء شديد جدا وفي عدم قدره على عندي هنا عايز اتكلم عشان نكمل. استاذه ايه اتفضلي، عشان بس ما تقوليش ان احنا قطعنا عليك. اتفضلي. ايوه يا استاذ وائل، انا هرجع تاني اقول لحضرتك، انا مش بعيد في الناس الموجوده، انا بعيد في الاراء اللي بتقول ان الدستور المصري مش صحيح، وان الاستاذ بيقول ان الدستور كتاب مقدس. لا، الدستور مش كتاب مقدس، بس الدستور ده الشعب المصري مرتضي بيه دلوقتي، والدستور ده احنا ارتضيناه طبعا والدستور هو الذي يحكمنا. يعني اللي هيقول انا مش معترف بالدستور يعني انا ما قلتش مش معترف. طيب احترم الدوله واحترم، بس انا مش عاجبني الدستور هو الذي يحكم. بس يعني انا يا استاذه ايه عندي نقطه تانية عايزه اقولها لحضرتك. احنا عانينا من استبداد، فمش عايزين نمارس نفس الاستبداد. لا انا لا امارس اي استبداد، انا بما اني لا امارس اي استبداد، انا بقول لحضرتك ان احنا عندنا قضيه كبيره لا هزت العالم كله، المفروض ان احنا نكون بقدرها، مش هنسمع لقله زي ما انت بتقول. لما نبقى بنتكلم بحجم قضيه كبيره كده، يبقى المفروض اللي يطلع يكلمنا عنها ناس بحجمها، مش ناس انت انا حجمي احسن منك واحسن من اي حد. استاذ محمود لو سمحت. لا عيب يا سؤال كده يا جماعه احترم نفسك. لو سمحت يا استاذه ايه، لو سمحت يا استاذه ايه، لا كده انا لازم احمل متصله وتحميني انا كمان يا استاذ محمود. هي بتقول وتحميني، ما يهمش. قول لها انا ناس بقدر مين يعني حجم كبير يعني مين احسن مني يعني. استاذه ايه لو سمحت يا استاذ محمود، لو سمحت استاذه ايه، يعني مع حضرتك يا استاذ وائل. خلينا وانت حتى يا جماعه، بس لو سمحتوا خلينا في الوثائق. انت شايفه هذه الوثائق نتعامل معاها بجديه؟ ما احنا تعاملنا بجديه ولم يؤدي ذلك الى شيء في الكثير من القضايا المتعلقه باسترداد الاموال. لو كنا تعاملنا معاها بجديه يا استاذ وائل من قبل كده، كان زمان حصل امور غير تماما، بس للاسف احنا ما بنتعاملش مع الامور بجديه. انا اتوقع ان حضرتك المفروض، يعني انا لا انظر عليك او لا انظر على البرنامج، بس اتوقع ان المفروض نسال مسؤول احنا هنتحرك مع الوثائق اللي هزت العالم كله دي ازاي. هو ده ما هي المناقشه. انا قلت كده انا قلت كده من الاول. هو ده قصدها، مش قصدها حاجه ثانيه. تلخبط. لا ما لخبطتش. هي ما لخبطتش. وناس على قدر مش عارف ايه، وناس على قدر ايه. ما اديتهاش فرصه تعرض وجهه نظرها بعد ما تلخبط فيا وفينا. انا رايي تعتذر لها. انا اللي اعتذر لها. انا رايي انا اعتذر لها. والله تملك شجاعه الاعتذار وتعتذر لها. عندي شجاعه الاعتذار بس ما تستاهلش. طب اعتذر لها. لا بعد ما تقول لك تجيب انت جايب ناس مش عارف هتتدخل معاك. مش فيما يتعلق بالمعلومات. انت ما عندكش معلومات ولا هو عنده معلومات ايه؟ مين؟ ولا انا مالي وماله. ولا انا عندي معلومات. انا مالي وماله. طيب انت عارف ان حضرتك الاستاذ وهي تعرف الاستاذ والاستاذ كريم قبل ما نخش عايزيني انا لو انا مش بتاع الرئيس مبارك. قلت لهم لا انا راجل لو جاني الرئيس كلمه الرئيس مبارك انا بدافع عنه عشان راجل حكم مصر 30 سنه. انتوا بتوع عارفيننا رئيس قولوا زي ما انتوا عايزين. استاذه ايه وجهه نظرك يا جماعه بس لو سمحت. حكمك لان انت كده معترض على كلام القضاء المصري. لا ده شيء يخصك. لا ده انت كده بتعترض. انت عندك حق في ان فعلا يا جماعه انه لازم في اشمعنى كل المسؤولين في معظم دول العالم اصدروا بيانات متعلقه بهذه الوثائق. صحيح. يبقى لازم يبقى عندنا في مسؤولين يتكلموا. محدش اعترض على فتح تحقيق. استاذه ايه بتوجه لك بالشكر. معايا استاذ علاء حسنين عضو مجلس الشعب السابق. استاذ علاء اتفضل. الو. ايوه استاذ علاء اتفضل. مساء الخير يا قلبي. مساء الخير اتفضل. اولا يعني انا بشكر حضرتك لان انت بتثير قضيه خطيره جدا وتخص انا بعتبره رمز من رموز الوطن وما بدافعش عن حسني مبارك ولكن انا بدافع عن 30 سنه عاشتها مصر في امن وامان. دي وجهه نظرك من حقك يا استاذ علاء. من حقي اللي انا اقول حضرتك بس ما حدش يقاطعني يعني. اتفضل. والاخت المحاميه اللي قاعده تتكلم وتقول حسني مبارك حرامي وغير حرامي دي جايه اساسا تعمل شهره على حساب حسني مبارك. كانت فين لما حسني مبارك كان في حرب 63؟ لا هي الاستاذه مها ابو بكر محاميه معروفه ومن شباب محاميه معروفه اهلا وسهلا ومن شباب الثوره وشباب الميدان. حسني مبارك ساب 36. لو سمحت سيب لي انا بقى وصفي. انا مش عايز علاقه يعني.
اتفضل. ماشي اديني بس فرصه يا استاذ وائل، يعني انت دايما المفروض بتبقى محايد، فخليك محايد زي ما انت. انا ضيف اللي بيعترض والله، اللي بيقاطع. اتفضل. احنا ما اتكلمناش. والله انا الله يكون في عون الرئيس حسني مبارك والله على الكلام اللي بيتقال عليه ده. فين المليارات؟ احنا بقالنا 5 سنين مستنيين المليارات تيجي من بره، فين هي؟ فين هي وائل؟ بيهات لي بس 10 مليون يكون سفرها حسني مبارك، وانا عن نفسي متبرع اللي انا اروح اجيبها من بره. فين هي المليارات اللي اتهربت بره مصر؟ وبعدين المجلس العسكري الفاضل اللي انجب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مين اللي اسسه اصلا؟ ما حسني مبارك هو اسس الجيش المصري. حسني مبارك مش ملاك. لا مفيش حاجه اسمها الجيش المصري يا استاذ علاء للخلف. هو اللي بنى الجيش المصري. لا الرئيس مبارك استلم. ده ليس متهالك وطلع من حرب. جيشنا لا يتوقف على اشخاص. اول مره في تاريخه للمرتبه ال 12 عالميا. لو سمحت. كان اساس في الجيش المصري حسني مبارك، ما حدش يقدر ينكر. وبعدين النهارده حضرتك لو هتقيس احنا من 5-6 سنين النهارده حسني مبارك ساب 36 مليار، فين هي 36 مليار يا استاذ وائل؟ حسني مبارك في عهده ما فيش حد قدر يحط طوبه في السد. الله يكون في عون السيد الرئيس السيسي والله. احنا جينا النهارده نتكلم على واحد مسجون يعتبر مريض، معقوله يا استاذ وائل؟ طيب وبعدين حمله اسفين يا ريس، انتوا غلطانين اللي بتقولوا اسفين يا ريس، بس قولوا 1000 اسفين يا ريس. شكرا يا استاذ وائل. استاذ علاء، الحمد لله انه صيد في البرلمان والله. ألف شكر. في الحمد لله. في المقام معايا دكتور